إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أجمع وأنفع الأدعية هي الأدعية القرآنية والأدعية النبوية، لأنها أدعية جامعة جمعت بين الإيمان والتوحيد وبين مصالح الدنيا والآخرة. ومن أدعية القرآن دعاء أصحاب الأعراف، والأعراف هو موضع بين الجنة والنار يشرف أصحابه على الجنة وعلى النار. وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يمكثون مدة بين الجنة والنار، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة لحكمة اقتضتها حكمة الله عز وجل. وهذه الدعوة هي دعوتهم لما رأوا أصحاب النار. قال الله عز وجل: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فلما رأى أصحاب الأعراف أهل النار وهم على منظر شنيع وهول فظيع، تضرعوا إلى الله عز وجل أن لا يصيبهم ما أصابهم، فجمع الله عز وجل لهم في هذا الموطن بين الخوف والرجاء والدعاء. ومن جمع الله عز وجل له بين الخوف والرجاء في دعائه فإن الله عز وجل يستجيب له. وذكروا أهل النار بالظلم ولم يقولوا لا تجعلنا من أهل النار أو مع أهل النار، ذكروا بموجب دخولهم النار وهو الظلم. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن يحذر الظلم، لأن الظلم ظلمات، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، فيجتنب المؤمن ظلم الله عز وجل بالإشراك به، وظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، وظلم عباده بالتعدي على حقوقهم وأعراضهم وأموالهم ونحو ذلك. وفي هذا أيضا تنبيه على أن المؤمن عليه أن يحذر أهل الظلم، وأن لا يقربهم، وأن لا يجالسهم، خشية أن لا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه دعوة تتضمن جملة من الفوائد. من فوائد هذه الدعوة أن على المؤمن أن يجتنب ما يؤدي إلى سوء الحال والمآل من الأقوال والأخلاق والأعمال، وأن يكثر من هذه الدعوة لعظيم نفعها وأثرها، وأن يجنبه الله عز وجل الظلم وأهله وموردهم. وفيها أيضا أهمية الدعاء، وأنه سبب لنجاة العبد من الكربات في الدنيا والآخرة. وكذلك تعبيرهم بقولهم مع الظالمين ولم يقولوا من الظالمين أبلغ في البعد. فإذا كان الإنسان يسأل الله عز وجل أن لا يجعله معهم، فمن باب أولى أن لا يكون منهم، أي ممن يعمل عملهم. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الظلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.